يا شباب حياكم الله. ازاي تبقى في راحه نفسيه الايام دي؟ انا عارف انك مخنوق بقالك كتير، بس انا موجود هنا عشانك يا اخويا، فما تقلقش ان شاء الله اخنقك اكتر. انا بس كل اللي هعمله هشوف ايه اللي خانقك ونلاقي له حل انا وانت باذن الله. اول موضوع خانقك ترند بيومي فؤاد. انت متضايق من حاجتين في الموضوع ده. اول حاجه من اللي هو عمله وكلام شحاتين السيده اللي قاله احنا مش بتوع فلوس اقسم بالله، وان راح يقدم فن زي الفن ده مثلا. انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا، مع ان الفنان اللي بجد بيتعرف بالمواقف اصلا، مش شرط مثلا زي سلام. بس زمان قوي ساعه ما كانت مصر في حاله حرب، كانت ام كلثوم وعبد الحليم بيقيموا حفلات ويلموا فلوسها ويتبرعوا بيها لمصر. او زي مثلا اكتر لاعب بننسى انه لاعب من كتر مواقفه، لكن بيومي فؤاد ساب كل ده وشاف ان ده الفن بالنسبه له. والحاجه الثانيه اللي خانقاك في الموضوع ده شويه الماركتنج اللي انتهزوا الفرصه وحبوا يستغلوا الموقف وبداوا ينزلوا اعلانات لمنتجاتهم بالصيغه دي. مثلا القهوه عندنا ارخص من بيومي فؤاد، السمك عندنا ارخص من بيومي فؤاد. اقول لك على حاجه، عندنا ب100 من بيومي فؤاد. خلاص خلصتوا؟ انتوا منتجاتكم دي اغلى من المرتب بتاعي ذات نفسه. بس ما علينا، نعتبر ان ده بيومي فؤاد ودول بتوع الماركتنج. ادي بيومي فؤاد احنا مش بتوع فلوس وادي بتوع الماركتنج. ولا تزعل نفسك، انا قلت لك انا جاي هنا عشان. تاني حاجه بقى مضايقاك لو انت يعني انسان مدخن، ان اسعار السجاير غليت ووصل سعرها ل 100 جنيه، وانت كل يوم تحرق لك علبه على الاقل، ومرتبك كله رايح عليها، وفاضل لك حبه صغيره وتعمل زي الراجل ده على اي باب جامع، وتقعد تقول والله العظيم ما بشحت بس انا عايز سيجاره. وانت هتعمل كده عشان انت بني ادم ما عندكش اراده. يا اخي انا مش عارف الناس اللي ما عندهاش اراده دي عايشه ازاي. الحمد لله الذي عافانا. ما علينا، مشكله الموضوع ده تحديدا التجار. يعني الموضوع مش واقف على السجاير بس، لا دي كمان سبيرس باتس وصلت ل 15 و20 جنيه. فانت عندك حلين في الموضوع ده. لو هنعتبر ان ده التاجر اللي بيغلف سعر السجاير وسعر المنتجات، هتجيب اوسخ جزء عندك. احمد في إيه؟ انت بتعمل ايه يا احمد؟ هسولك اولع. انت فاكر ان كده خلصنا؟ لا، هتروح بقى للكشك اللي بيعلي على سعر التاجر عشان هو كمان يكسب وتعمل فيه كده برضه. قلت لك انا موجود هنا عشانك. يا سلام، راحه نفسيه. ولو بقى عايز الحل التاني، اولا تبطل سجاير، تاني حاجه تقاطع سبيروس باتس لحد بقى ما الشركه بقى تشوف لها حل في الموضوع ده. تالت حاجه بقى مضايقاك وهي المقاطعه، انك تفضل مقاطع وحارم نفسك من حاجات كتير بتحبها، ويجي واحد حيوان يبوظ كل اللي انت عملته ده. والشخص ده بينقسم ل5 اصناف. اول واحد منهم عم عبده بتاع السوبر ماركت، اللي عايز يبيع البضاعه اللي عنده وخلاص، مش فارق بقى مين يقاطع ولا مين يولع، المهم يبيع عشان طبعا عليه اقساط اخر الشهر. فلو هنعتبر ان ده المحل بتاع عم عبده، بص يا عم عبده، ده قسط الشهر اللي فات، وده قسط الشهر ده، وده قسط الشهر اللي بعده. خد يا عم عبده، انا لسه ما خلصتش بقى الاقساط. الشخص التاني بقى بيبقى شخص غبي، بيخر غباء كده من كل حته، مجرد ما تشوفه وشك بيكرمش. ده اللي لما تقول له قاطع يقول لك يا عم يعني هو انا هفرق يعني؟ انت فاكر ان اقتصادهم واقف علينا احنا؟ ده قبل ما تعمل له اي حاجه توري له اقتصادهم دلوقتي بقى عامل ازاي. بعد كده بقى سايب الكلب بتاعك عليه. طب لو ما عندكش كلب، سايب عليه غبائه هيموت لوحده. الشخص التالت بقى وده الغباء عنده مزدوج، لا تفهم هو معانا ولا علينا. الشخص الظريف ابو دم وظل وروح خفيفه، ليه من ناحيه واقف معانا في المقاطعه ومن ناحيه ثانيه بيتريق على المنتجات المصريه عشان يجيب ريتش يعني وكده، ويجي يقول لك هو ده المنتج المحلي. طب مش بتحلي ليه؟ وهو مش فاهم ان ده هيخلي الناس ترجع في كلامها بعد ما صدقنا ان احنا ندعم المنتجات بتاعتنا، فده نعمل معاه جلسه كهرباء جايز يفوق من اللي هو فيه. الشخص الرابع بقى وده من اخطر الاصناف اللي بنتكلم عليها، تحسه مسالم بس هو مش كده خالص. ده لا بيقاطع منتجاتهم ولا منتجاتنا، بالنسبه له كل المنتجات مقدسه. ده بقى ما ينفعش يعيش بجد يعني، عشان احنا ممكن نصحى في يوم ما نلاقيش حاجه ناكلها بسببه. الشخص الخامس بقى وده الضعيف، اللي اول ما يلاقي المنتجات دي بترخص وعاملين عليها عروض خياليه يبدا يقول لو اشتريت واحده مش هقصر والله. بص خلينا نتكلم 5 جد بقى. انا عارف انك نفسك في الحاجه دي وانا مقدر ده جدا والله، بس لو ما اشتريتش مش هتموت، ولو اشتريت برضه مش هتموت. بس للاسف ممكن بجنيه واحد منك يكون سبب في موت حد من اخواتك هناك. فبالله عليك بلاش تضعف. هتيجي تقول يا معز طب الفيديو خلص وما حسيتش براحه نفسيه. ما هو انا بقى نسيت اقول لك ان الراحه في جنه الخلد ان شاء الله. سلام يا رجال.